كارثة صحية حقيقية تحدق بسكان حي عقبة بن نافع بمدينة حتسحار شمال ولاية الجلفة بعد اختلاط شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، إذ يدوم هذا الوضع منذ أشهر دون أن تتحرك السلطات المعنية بالرغم من الخطورة التي يشكلها على السكان. وراك تشوف في الماء راه مخلط مع الزيكو هنا، سمعتني، وراه الاشواك والتراب والسخانه جايه والهوايش، وراه ظلوا مره محفور هنا ما خدموا لنا حتى شيء. خويا هنا راه عندنا مشكل، هذا الواد هذا راه في عام ونص ما كملوش المشروع تاعهم، راه مهدين اطفالنا بالخطر، راه عندنا دراري صغار يلعبوا هنا، كاين اللي مصابين بالامراض كاين كذا. المنتخبون المحليون أكدوا أنهم راسلوا مديرية الموارد المائية كون المتسبب في هذه الكارثة مقاول متعاقد معها، ولكن دون جدوى. هذه تثبت في مقاولة يعني المكلفة بإنجاء هذا المشروع القطاعي. احنا بالنسبة كسلطات محلية راسلنا الجهات المعنية، خاصة مديرية الموارد المائية من أجل التدخل من المقاولة باش تصلح. سيناريو وباء التيفويد الذي ضرب حتسحار قبل سنوات لا يزال في الأذهان، خاصة وأن المرض انتشر سابقا لنفس الأسباب. تيفويد واش دار؟ الماء تخلط مع وصرا فيها ميكروب وصارت فيها أمراض، وكاين اللي ما طمعناش بهم كاع، وكاين هذاك مريض من هذا التسمم تاع الماء وقاعدين. جينا العقارب، جينا كذا، جينا وراه الصيف، وراه يزيد يتخلطنا الماء مع التيو تاع لاسينيسمو تاع الروكار وكذا، ومانش حابين يصرالنا كما المره اللي فاتت صرالنا في تاع تيفوئيد. مهازل كثيرة ومتعددة تلاحق قطاع المياه بالجلفة، لكن الأمر هنا تجاوز سوء الإنجاز وانعدام المراقبة، وأصبح يهدد صحة المواطنين بلا حسيب ولا رقيب.